ايه يا عم امير، شفت يا عم امتحان الدين؟ يا ابن دهيم، عملت ايه في الامتحان؟ تعال احكي لي. يا عم امير، الراجل جايب لنا في الامتحان، معرفش مين اللي حط الامتحان ده. قال لك كلاله. كلاله، انا اعرف كلاله البلح او اعرف ام كلاله ولدت عارف وانت داخل دلوقتي كنت بقرا الايه بتاعت ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. الايه اللي بعدها صعبه قوي، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. كفرتم؟ كلاله دي آية في كتاب الله، يعني دي كلمة الله عز وجل أنزلها في كتابه وذكرت في سورة النساء مرتين. ومعنى كلالة يعني الراجل مات ملوش لا أب ولا ابن يرثوه. فلو أنا ما أعرفش المعنى، طالما دي حاجة في الدين، الجهل يتعالج، أجي أسأل أتعلم. إنما اتريق على كلام ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك أنا قريت بقى الناس كاتباه الكلام كتير قوي، سبحان الله صعب جدا على القلب. فبالله عليك وبالله عليكم، انا ما اعرفش حاجه في دين اسكت اتريق. والله ربنا سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يعني كفرنا يا عم امير بتكفرنا؟ لا يا عم لا، بس لو انت قلت كده وانت قاصد، اعوذ بالله قد تقع في هذا الحكم. فربنا يا رب يحفظكم، استغفروا توبوا. مش متعلمين نتعلم، لكن ما نهزرش من التاريخ.